أهلا بيكم. عمرك صحيت من النوم لقيت اللثة عندك بتجيب دم؟ أول ما بدأت تغسلها بفرشة ومعجون لقيت الفرشة بقى عليها دم؟ أو بعد الغسيل وبعد ما صحيت شوية لقيت اللثة عندك تلقائيا لوحدها بتجيب دم حتى وأنت بتتكلم كده؟ أو أنت بتقطم حاجة مثلا زي فاكهة كده لقيتها جابت دم؟ أو إنك دايما بعد ما تصحى من النوم بتحس أو بتلاقي اللي حواليك يعرفوك إن ريحة الفم عندك مش ألطف حاجة رغم إنك أنت بتنظف أسنانك بفرشة ومعجون ومنتظم في تنظيفها؟ بل ومهتم بيها جدا. كل اللي انا قلته بياخده لموضوع الحلقة بتاعتنا النهاردة وهو اللثة. بتسمع كلمة اللثة بتاعتي بتوجعني، اللثة عندي التهاب فيها، اللثة بتجيب دم. انت عارف شكلها عامل ازاي؟ عارف تفاصيلها؟ عارف حدودها منين لفين؟ عارف ايه وظيفتها؟ ايه مهمتها؟ عارف ازاي تحافظ عليها؟ وعارف لو ما حافظتش عليها ايه اللي ممكن يحصل؟ كل ده واكتر هتعرفه وهنعرفه سوا مع بعض في الحلقة بتاعت النهاردة اللي انا خليتها مخصوص لموضوع اللثة. مبدئيا كده انا عايزك تعرف ان مشاكل اللثة كتير، وان مشاكل اللثة دي لو اتثابت ممكن تضيع السنان كلها حتى لو السنان سليمة وما فيهاش مشاكل. النهاردة ومع بعض على قناتنا اسنان اونلاين هنعرف ايه هي اللثة وايه هي مشاكل اللثة وامتى تقلق من اللثة وتبدأ تهتم بيها الاهتمام المنزلي العادي وانت في البيت، او لا انت وصلت لمرحلة ان انت لازم تروح لدكتور الاسنان، وازاي نقدر نعالج مشاكل اللثة بدري جدا قبل ما الموضوع يزيد ويتفاقم ويؤدي الى احيانا فقدان الاسنان. يلا مش محتاج اقول لك، فنجان قهوتك ويلا بينا. انا معاكم دكتور عمرو ودي قناتنا اسنان اونلاين. مبدئيا كده لازم تعرف ايه هي اللثة. اللثة هي النسيج الوردي اللي انت شايفه حوالين الاسنان ده، وده بطبيعته بيبقى ماسك الاسنان بالعظم بتاع الفك. يعني من الاخر كده هو اللي ماسك الاسنان مكانها. تخيل مدى اهميته. احنا دايما بنشبه اللثة والاسنان زي العواميد اللي محطوطة على اساس. الاساس ده لو فيه مشكلة العواميد دي مهما كانت قوتها او ظهر لك انها قوية وثابتة هتنهار. الموضوع مهم لدرجة اني عاوزك تعرف ان اكتر اسباب فقدان الاسنان يعني خلعها ما بتبقاش مشاكل تسوس، بتبقى مشاكل لثة. بالظبط كده، قد كده الموضوع مهم بل وخطير. مشاكل اللثة كتير، بتبدأ من مشاكل بسيطة لمشاكل متقدمة ومتطورة. لازم نعرف ده وبالتالي نوصل لمرحلة ان احنا نفقد ضرس او سنة بدون اي مشكلة فيه غير ان اللثة ملتهبة او اللثة فيها مشكلة. معرفتك للثة وطبيعتها ومشاكلها حتى لو من باب الثقافة تدريجيا ومع الوقت هيخليك تهتم بيها وتعرف طبيعتها وطريقة الاهتمام بيها، وبالتالي تجنب مشاكلها وتقدر توصل في النهاية للثة صحية وبالتالي أسنان صحية. أول مرحلة أو أول مشكلة في اللثة هي اسمها التهاب اللثة، ودي أبسط وأول وأشهر مشكلة بتحصل في اللثة، بل وموجودة عند ناس كتير وهم مش واخدين بالهم لأنها طبعا بدايات. أعراضها بتبقى قليلة ومفيش ألم واضح، والحالة دايما مش بتربط الألم بالتهاب اللثة اللي عندها ده، لأن هو هنا مش مسمي الأمور بمسمياتها، هو مش عارف إن ده التهاب لثة. فتعال أقول لك على أعراض المرحلة ديت وبالتالي تقدر تسميها التهاب لثة وتقدر تتعالج منها بكل سهولة. أول عرض من أعراض التهاب اللثة وهو إن اللثة تنزف أثناء استخدام الفرشة والمعجون. بعض الحالات تقول لك طب ما أنا بستخدم فرشة خشنة، ممكن يبقى ده السبب. حتى لو بتستخدم فرشة ناعمة، فرشة سوفت، برضه هتلاقي اللثة بتجيب دم، سيان قليل أو كتير، ده معناه إن اللثة ملتهبة. وده مش معناه خالص إنك توقف تنظيف أسنانك بفرشة ومعجون، لا، ده معناه إنك تعرف إن عندك التهاب لثة وبالتالي تقدر تبدأ تتعالج منها. تاني عرض من أعراض التهاب اللثة وهو احمرار في اللثة أو تورم في اللثة. انت بتبدأ تلاقي اللثة لونها بدأ يتغير للأحمر أكتر، وبدأت السيان في أماكن محددة أو اللثة كلها بدأ يحصل ورم بسيط كده، هو انتفاخ بسيط كده. ده من أهم أعراض التهابات اللثة. العرض اللي بعد كده وده عرض كلنا عارفينه بس أحيانا مش بنربطه بالتهاب اللثة، وهو إن رائحة الفم بتلاقيها مش أحسن حاجة. سيان انت خدت بالك، سيان حد قالك، انت بتلاحظ او بتلاقي ان ريحة الفم مش لطيفة،
على طول عاوزك تربط ده بان في مشكله في اللثه او التهاب في اللثه. العرض اللي بعد كده لالتهاب اللثه هو انك تحس انك انت مش مرتاح بصفه عامه، في الم في اللثه، الم محدد، الم في جزء كبير، الم في كله، الم بيروح وبيجي، الم درجته قليله او متوسطه او شديده. كل دي درجات من درجات الالم، انت بتحس ان انت مش مرتاح بصفه عامه، اللثه فيها مشكله، اللثه زعجاك، الاماكن اللي حوالين الاسنان دي مش مرتاح، سيان مع المضغ او سيان لوحدها في مشكله. كل الاخبار اللي مش حلوه اللي انا قلتها ديت، عايز اقول لك بقى على خبر حلو قصادهم، حلو جدا جدا. عايز اقول لك ان التهاب اللثه قابل لانه يتعالج بنسبه 100%، يعني من اكتر الحاجات اللي في تخصص الاسنان عندنا قابل للعلاج بدرجه 100%، ترجع طبيعيه ولا كأن حاجه حصلت، بس بشرط، الا وهو ان احنا نلحق اللثه بدري. اول ما شفت كل الاعراض ديت من احمرار في اللثه او تورم في اللثه او رائحه الفم مش الطف حاجه، اعرف ان في التهاب لثه، تبدا تهتم اكتر باللثه وتبدا تزور دكتور الاسنان، اللي هنعرف كمان شويه في الحلقه معانا هيعمل لك ايه بالظبط، هيؤدي لتحسين وظائف اللثه وبالتالي علاجها من الالتهاب. المرحلة اللي بعد كده هي مرحلة احنا بنوصل لها لو عدينا مرحلة التهاب اللثة من غير ما يتعالج، مرحلة اسمها التهاب دواعم السنة أو الضرس، بيريودونتايتس. السنة جوه العظم ممسوكة وثابتة مكانها بشوية أربطة. الالتهاب لو ما اتعالجش في الأول، لأنه بيبقى التهاب طرفي في أطراف اللثة زي ما هو باين في الصورة كده، بيبدأ بعد كده الالتهاب يتعمق أكتر ويوصل حوالين السنة أو الضرس لدرجة إنه بيصيب دواعم السنة أو الضرس نفسه. وهنا بنخش في المراحل الأخطر، اللثة بتبدأ تنحصر، تبدأ تتآكل وبالتالي تبعد عن السنة نفسها، وده اسمه بداية انحصار اللثة، يعني بعدها عن السن أو الضرس، ودي مشكلة خطيرة جدا. بعد كده بتبدأ البكتيريا أو الالتهاب دوت بيوصل للعظم اللي تحت السنة ويبدأ يحصل فيه تآكل، بل والالتهاب بيبدأ يضعف جدا. كل ده بيؤدي في الآخر إن نلاقي السنة أو الضرس ده بدأ يتلخلخ رغم انه سليم ومش مسوس ومفيهوش اي مشكله. ودي حالات بنشوفها كتير او بنسمع عنها، تلاقي السن او الضرس ممكن تقع لوحدها او تروح للدكتور يخلعها لها عشان هي ملخلخه مش عشان هي مسوسه. مشكله المرحله دي بالذات ان الحاله بتوصل لموضوع اللخلخه وبالتالي الفقدان او الخلع في العياده، لان الالم في الحاله دي بيبقى في الاول بس، بعد كده ما بيبقاش فيه الم. خلاص التهاب اللثه حصل والتهاب العظم حصل خلاص، والسنه بدات تفقد تماسكها، فالألم هنا بيبقى من اللخلخة فقط. ولذلك اللي احنا قلناه لازم تلاحظ اللثة من الأول، بدايات الالتهاب لازم تركز فيها ولازم تركز معاها. وعلى فكرة انت معتقد ان الكلام ده مثلا الدايرة دي بتحصل مثلا او السيركل دي بتحصل في شهر في شهرين، هي بتحصل في سنين بس من غير ما تاخد بالك، من غير ما تحس، سنة بعد سنة بعد سنة بتبص تلاقي وقعت في المشكلة دي. وطبعا دي مرحلة متطورة جدا من التهاب اللثة، مرحلة علاجها صعب جدا، بل وبياخد شهور واحيانا سنين في العلاج. فقد ايه النهارده انا جاي اكلمك في موضوع مش مهم قوي اكتر من انه خطير كمان. كده احنا عرفنا يعني ايه لثة، وعرفنا يعني ايه طبيعتها ووظيفتها، مشاكلها ازاي بتسبب وبتأثر مشاكل للأسنان بطريقة مباشرة. طيب احنا عاوزين نعرف ايه اصلا اسباب التهاب اللثة، وبالتالي نتجنبها، وبالتالي ما نوصلش للمراحل سيان البسيطة من التهاب اللثة او المتطورة. اهم واول سبب لالتهاب اللثة رقم واحد، رقم واحد، رقم واحد، وكل حلقة أنا بكرر نفس الكلام ده وهكرره عشان أنت لازم، أنا وراك لحد ما تنظف أسنانك بطريقة منظمة وبطريقة صحية، لأنك لازم تعرف مدى أهمية الأسنان وإن الفم ده هو بوابة الجسم كله. فعايزك تتابعني دايما، وكده كده ده هيحصل. إيه هو رقم واحد؟ هو تنظيف الأسنان بالفرشة والمعجون. تحسها كلمة بسيطة أو معلومة صغيرة، لا بل هي أساس كل حاجة، أساس مشاكل التهاب اللثة وأساس مشاكل الأسنان كلها من تسوس وحاجات كتير هنعرفها. تنظيف الأسنان بالفرشة والمعجون مش أوبشن، مش اختياري، دي حاجة إلزامية
مرتين في اليوم، مرة مش كفاية. نستخدم فرشة ناعمة مش فرشة خشنة، معجون فيه فلورايد، ننظف دقيقتين كاملين، دقيقة مش كفاية. احنا عاملين فيديو كمان على القناة معانا هنا عن فرش الأسنان وأنواعها واستخداماتها وطرق استخدامها، تقدر ترجع وتاخد فكرة كده، هتستفيد كويس جدا. السبب التاني وانا بعتبره من وجهة نظر انا الاهم، لان هو الاكثر اهمالا. يعني الناس عارفة الفرشة والمعجون، بس ده في ناس عارفاه وبتهمله وفي ناس مش عارفاه كتير، بس هو مهم جدا جدا. وانا بعتبره من احد اهم اسباب التهابات اللثة، الا وهو عدم استخدام خيط الاسنان الطبي. خيط الاسنان مهم جدا جدا جدا. فرشة الاسنان بتشيل 60% من الرواسب وبواقي الاكل اللي على الاسنان، باقي ال 40% بيفضلوا زي ما هم، ما بيشيلهمش غير خيط الاسنان. لان بكل سهوله فرشه الاسنان مش بتعرف توصل لاماكن كتير في الفم، زي ما بين الضروس وما بين الاسنان وعند خط اللثه. كل الاماكن دي بيقدر يوصل لها بكل سهوله خيط الاسنان الطبي. استخدمه يوميا، خاصه في الروتين المسائي بتاع تنظيف الاسنان بالليل، يعني قبل تنظيف الاسنان. هيفرق معاك جدا وهيحسن صحه اللثه وهيحسن قوي ريحه الفم. واكيد مش نسيك وعامل لك فيديو على القناه هنا معانا عن خيط الاسنان، وكل حاجه عن خيط الاسنان تقدر ترجع له وتستفيد منه كويس جدا. اهو انا مش حرمك من حاجه، تابعني بس يا صديقي وهتلاقي اسنانك واللثه دايما في حاله صحيه جدا. ومش محتاج افكرك في النص كده تشترك في القناه علشان خاطر يوصلك كل الفيديوهات الجديده اللي بنعملها. السبب اللي بعد كده من اسباب التهابات اللثه هو تراكم الجير. جير الاسنان من الحاجات الخطيره جدا، ومن الحاجات اللي هنعمل لها حلقات لوحدها مش حلقه واحده. ولكن انت تراكم الجير ده ممنوع، لازم تروح لدكتور الاسنان كل 3 أو 6 شهور. دكتور الاسنان بتاعك هو اللي بيحدد لك المده المناسبه الدوريه لتنظيف الجير من على الاسنان. وحابب اقول هنا ان تنظيف الجير من على الاسنان مش بيتم في البيت نهائيا، ده عند دكتور الاسنان في العياده. عنده جهاز اسمه التراسونيك او كافيترون. الجهاز ده بيشيل كل طبقات البلاك وبالتالي طبعا الجير، وبيعمل لك كمان كده تلميع للاسنان كده، بيخلي السنان تبقى شايني وجميله. فلازم تزور دكتور الاسنان كل فتره، تنظف الجير كويس جدا وتهتم قوي بجلسه تنظيف الجير عند دكتور الاسنان. وده طبعا لان الجير وباختصار هو عباره عن اكل نشف وتراكم على اللثه، يعني قصر كبير جدا جدا للبكتيريا تقدر تعيش فيه وتفرز احماض وتعمل تسوس والتهابات لثه طبعا وكل الحاجات اللي نفسها فيها. فعايزك تراعي جدا وتحافظ ان دايما مفيش جير على اسنانك. السبب اللي بعد كده من اسباب التهاب اللثه انا بقوله دايما ككلمه وما بعلقش: التدخين. بس كده انت عارف هتعمل ايه. السبب اللي بعد كده من اسباب التهاب اللثه هو التوتر والضغط العصبي. احنا دايما بنقول تبعد عن اي مسببات للتوتر على مدار يومك او في حياتك بصفه عامه. وطبعا في ناس غصب عنها بيحصل لها مشاكل بتؤدي الى توتر وضغط عصبي، بنقول نقلل وبعد كده نبعد. المهم انك ما تبقاش عارف ان المواقف دي بتوترك او الاشخاص دي بتوترك او بتجيب لك ضغط عصبي وانت برضو مكمل. كل ده بيؤدي لمشاكل كتير جدا جدا صحيه، واللي يخصنا منها هنا هو التهاب اللثه. كمان من اسباب التهاب اللثه امراض زي السكر. عدم انتظام السكر اكيد طبعا بيعمل التهاب في اللثه، ولكن السكر خلاص ما بقاش مرض. بمجرد تنظيمه والسيان بالتغذيه والادويه الموضوع بيبقى وزن نورمال، والموضوع بيبقى افضل مع مراعاه تنظيف الاسنان بالفرشه والمعجون واستخدام الخيط الاسنان واستخدام المضمضه وزياره دكتور الاسنان كل فتره دوريه. الموضوع هيبقى كويس جدا جدا. كمان من اسباب التهاب اللثه بعض التغيرات الهرمونيه اللي بتحصل في بعض المراحل الحياتيه، زي مرحله الحمل عند السيدات او مرحله المراهقه بصفه عامه. التغيرات الهرمونيه ديت بتاثر جدا على اللثه. هنقسمهم لنقطتين. اول نقطه نقطه الحمل. احنا في الحمل طبعا لازم نزور دكتور الاسنان كل فتره، لازم نطمن على اللثه ونشيل الجير في فتره الحمل. لان في حالات بتقول انا مش هروح لدكتور الاسنان عشان هو خطر في فتره الحمل. في حاجات تتعمل وفي حاجات لا، وفي ادويه تتاخد وفي ادويه لا، بس لازم ازور دكتور الاسنان. ما تبقاش اللثه ملتهبه، وانظف الجير كل فتره دوريه برضه حفاظا على اللثه من التغيرات الهرمونيه اثناء فتره الحمل. فترة المراهقة عند الأولاد أو البنات هي فترة تغيرات هرمونية، وبالتالي فعلا بتأثر على اللثة. في الفترة دي برضو محتاجين إن احنا نهتم قوي برضو بزيارة دكتور الأسنان أو الاهتمام المنزلي بالفرشة والمعجون على النحو اللي احنا اتفقنا عليه: فرشة ومعجون بانتظام، خيط طبي، ومضمضة. الموضوع هيتكنترول ومش هيروح مننا في حتة غير قابلة للسيطرة. وقبل ما اروح للنقطة اللي بعد كده وهي نقطة ازاي بقى نحمي أسناننا واللثة في الفقرة اللي جاية، أنا عايز أقول هنا حاجة: ان زي ما احنا شايفين وكل حلقه بنسرد الكلام ده، هو اساسا رقم 1 الفرشه والمعجون، بس مش وبس.
ما ينفعش. الفرشه والمعجون معها ادوات مساعده مهمه جدا استخدامها. الفرشه والمعجون معها عينك انك تبص على اسنانك وتلاحظ لو في اي حاجه في التغيرات في الاسنان او تغيرات طرأت على اللثه. فوبالتالي هو نمط حياه كامل لازم نتبعه ولازم نلتزم بيه عشان في الاخر نحافظ على اللثه والاسنان، ودي نقطه مفيش بد منها. هنا هنتكلم ازاي نحمي نفسنا بصفة عامة، نحمي الأسنان يعني من التسوس، وكمان طبعا اللثة من الالتهاب. حماية الأسنان واللثة عامة من التسوس أو الالتهاب سهلة مش صعبة، بس هي محتاجة التزام. نظف أسنانك بفرشة ومعجون مرتين في اليوم بفرشة ناعمة بمعجون فيه فلورايد دقيقتين كاملين. استخدم الخيط الطبي يوميا على الأقل قبل تنظيفة بالليل. استخدم غسول أو مضمضة وقائية يوميا مرة أو مرتين في اليوم. ما تنساش تنظف اللسان، مهم جدا. اللسان هو أكبر مخزن للبكتيريا في الفم. البكتيريا دي اللي مش بس بتأثر على اللسان، بتأثر على اللسان وتسبب تسوس في الأسنان وبتسبب التهابات اللثة والتهابات سقف الحلق وقرح في الفم. مهم جدا ننظف اللسان ونهتم بيه. تنظيف اللسان بيتم عن طريق منظف اللسان أو استخدام فرشة الأسنان بطريقة معينة دقيقة احنا شرحناها في الفيديو بتاع تنظيف اللسان، تقدر ترجع له وتستفيد منه. زور دكتور الأسنان كل 6 شهور حتى لو مفيش مشكلة، حتى لو مفيش وجع، لازم يبص لك على أسنانك ويطمنك عليها. نظف جير الأسنان عند دكتور الأسنان كل فترة دورية من 3 ل 6 شهور، هو الدكتور بيحددها لك. مهم جدا جدا. روح سلم على الدكتور وطمنه عليك وخليه يطمنك على نفسك. محتاج أكد عليك إن نزيف اللثة مش حاجة طبيعية. مش اللثة جابت دم خلاص مفيش مشكلة وعادي، لا مش عادي. سواء كانت جابت دم لوحدها او مع تنظيف الاسنان بالفرشه والمعجون او انت بتقطم حاجه زي الفاكهه مثلا. نزيف اللثه هو عرض لمرض لازم نبدا نهتم بيه عشان نتجنب مشاكل اللثه. واول ما يجي نزيف اللثه مش معناه انك توقف فرشه ومعجون عشان تمنعه، كده انت ما منعتوش، هو كده كده هيزيد. وعدم استخدامك للفرشه والمعجون هيخلي الموضوع يبقى اسوأ. ده معناه انك لازم تهتم اكتر ولازم على طول تروح لدكتور الاسنان. بكل الاعراض دي او عرض منهم، سيان اللثه بتجيب دم او ملتهبه او مورمه او محمره او رائحه الفم عندي مش لطيفه، امتى اروح لدكتور الاسنان بالظبط؟ يعني الحاجات دي في حاجات اعرف اعملها في البيت وفي حاجات لازم اروح لدكتور الاسنان. خليني اقول لك امتى تروح لدكتور الاسنان بالظبط. تروح لدكتور الاسنان فورا لو حسيت ان النزيف بتاع اللثه مستمر. يعني مش مثلا نظفت الصبح حصل وجيت تنظف اسنانك بالليل ما حصلش، ده مش مستمر. المستمر هو انه يحصل وانت بتنظف اسنانك بفرشه ومعجون صبح وليل، انه يحصل وانت بتقطم اي حاجه زي فاكهه مثلا، انه يحصل تلقائي من غير حاجه خالص وانت بتتكلم كده تلاقي اللثه بتجيب دم. هنا ده اسمه نزيف مستمر للثه، فورا على دكتور الاسنان. هتروح فورا لدكتور الاسنان لو حسيت باي حركه في الاسنان، حتى لو انت بيتهيأ لك انها حركه في الاسنان. ممكن تبقى بيتهيأ لك فعلا او ممكن تبقى حركه فعلا. احنا بنقسم حركات الاسنان او لخلخه الاسنان لثلاث درجات، جريد 1 وجريد 2 وجريد 3. 3 درجات من الحركات. جريد 1 او الحركه الاولانيه اللي هي لسه بدايات لخلخه الاسنان. جريد 2 دي حركه متوسطه، السنان فعلا بدات تتلخلخ بصوره شبه واضحه. جريد 3 لا خلاص السن او الضرس بداوا يلخلخوا خالص لدرجه خلاص ان احنا مضطرين نخلع. فاعتقد كده الموضوع واضح ان التهاب اللثه له علاقه وطيده بفقدان الضرس او السنه، فلازم نهتم ولازم ناخد بالنا. اذا حسيت بحركه في الاسنان باي درجه من درجات الحركه دي، سواء كان بيتهيأ لك او انت حاسس فعلا، توجه لدكتور الاسنان فورا. تتوجه فورا لدكتور الاسنان لو حسيت برائحه الفم انها مش الطف حاجه، انت خدت بالك اللي حواليك قالوا لك، على طول اعرف ان في مشكله في اللثه، فلازم تروح لدكتور الاسنان يشيل لك الجير وينظف اسنانك، ولو محتاج اي اجراء تاني يعمله لك بحيث يرجع اللثه تاني لصورتها الطبيعيه وبالتالي رائحه الفم تبدا تتحسن. تتوجه لدكتور الاسنان فورا لو حسيت بالم في اللثه، الم بسيط او متوسط او شديد، لوكالايزد او جنرالايزد في مكان معين او في اللثه كلها او في جزء معين. اي الم في اللثه يستمر لمده 24 ساعه، تتوجه فورا لدكتور الاسنان.
تتوجه فورا لدكتور الأسنان لو حسيت بأي تورم في أي مكان في اللثة، أو إنها منفخة بسيط ولو ضغطت عليها تؤوز تطلع كده مادة لونها غريب، ده معناه صديد، ده لا، ده على طول نتوجه فورا لدكتور الأسنان. وقبل ما أوصل للإندنج عايز أقول لك إن اللثة ما بتهزرش. إيه الرعب اللي إحنا فيه ده؟ يلا نكمل. ركز معاها، اهتم بيها، اهتم بوسائل تنظيفها اللي شرحناها في الحلقة كلها. أي مشكلة تزيد عن حدها فيها فورا على دكتور الأسنان، أنت كده في أمان، اللثة صحية وبالتالي الأسنان صحية، ونعيش عيشة صحية. قبل ما امشي واسيبك عايزك تفتكر دايما ان حتى لو سنانك سليمه وانت بتنظف اسنانك بفرشه ومعجون، الاسنان عندك بيضه وجميله وما فيهاش اي مشكله، والدكاتره كلها مأكده لك لو اللثه فيها مشكله انت اسنانك في خطر. ده ما بيحصلش في يوم وليله، اكيد بيحصل على مدار شهور وممكن سنين، بس بيحصل وهيحصل. ابدأ من النهارده مع اسنانك، راجع طريقه تنظيفك، وخد بالك من اللثه زي ما بتاخد بالك من الاسنان. اللثة ما تقلش عن الأسنان في الاهتمام بيها. وطبعا وبكل تأكيد روح شوف فيديوهاتنا كلها، روح يا صديقي كده خد لك لفة في القناة بتاعتنا واتفرج على فيديوهاتنا، هتستفيد جدا. ويلا لو الحلقة عجبتك أو قدرت أفيدك اعمل لايك وكومنت وشير، وطبعا اشترك في القناة، شير الحلقة لكل حبايبك واصحابك، خليهم يهتموا بصحة أسنانهم واللثة زيك. وما تنساش دايما ابتسامتك عنوانك. اكتب لنا في الكومنتات لو حصل عندك نزيف في اللثة قبل كده أو لأ، أو أي أسئلة عندك بخصوص اللثة والاهتمام بيها. كنت معاكم دكتور عمرو، ودي قناتنا أسنان أونلاين. أشوفك الفيديو الجاي، سلام.